بعد سرقة الساعة لوريكس، أحلام بتتسرق من تاني. يا ترى هي بقت تغني ولا بتتسرق؟ أنا حاسة إنها بتتسرق أكتر ما بتغني. أحلام اتسرقت في 100,000 يورو. ناس بتقول إنها اتسرقت وناس بتقول إنها اتقلبت في الشغل. إيه حكاية أحلام مع السرقة كل يوم والتاني؟ وهل فعلا أحلام اتسرقت ولا دي إشاعة؟ أحلام قدمت شكوى في شرطة باريس والدنيا اتقلبت، وبعد مراجعة الكاميرات الشرطة وعدت الفنانة أحلام بسرعة القبض على الحرامي ده بعد ما اكتشفت الفنانة أحلام السرقة بقيمة 100,000 يورو، بعد ما فوجئت إن الشنطتين مش موجودين، بعد ما كانت سايباهم قدام باب البيت ورجعت عشان تاخدهم ما لقيتهمش موجودين. لكن بعد ما الموضوع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أحلام طلعت وكذبت الموضوع وقالت إنها مش موجودة في باريس أصلا، وإنها موجودة في سويسرا مش في باريس. واضطرت أحلام ترد على صفحتها الشخصية وتكذب الخبر ده. والفنانة أحلام كتبت وقالت أحلام اتسرقت شنطتها، يعني يقصدوني أنا أصلا مش في باريس، أنا في سويسرا من يومين، وعموما الشنطة عايزاها حتى لو كنت هناك. حلوين 100,000 يورو أسوي بيهم شوبينج في سويسرا. شكرا حبايبي أحبكم. أهل المساكين طارت قلوبهم من الخوف عليا. وطبعا الناس صدقت خبر سرقة أحلام لأنها اتسرقت قبل كده في باريس سنة 2016.